السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل باقي الدرس الأول، أنماط السكان في مصر. طبعا عرفنا أنماط يعني أنواع السكان، زي سكان الحضر وسكان الريف وسكان الصحاري اللي هم البدو. طيب، احنا محتاجين نعرف ايه عنهم؟ عايزين نعرف بيسكنوا فين أو بيعيشوا فين، ونسبتهم من إجمالي عدد السكان كام في المية، وخصائصهم الاقتصادية اللي هي بيشتغلوا في ايه، والخصائص التعليمية أو نسبة الأمية، ومشاكلهم أو مشكلاتهم، وطبعا جهود الدولة لحل هذه المشكلات. تمام كده؟ تمام. طيب هنبدأ بسكان الحضر. سكان الحضر بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في المدن. طيب أنا عندي 4 محافظات حضرية في مصر، وهي القاهرة واسكندرية والسويس وبورسعيد. تاني، عندي 4 محافظات حضرية موجودة في مصر، زي ايه؟ زي القاهرة واسكندرية والسويس وبورسعيد، لازم يتحفظوا كويس. طيب لو لاحظنا نلاحظ حاجة هنا، إن ال4 محافظات من محافظات الوجه القبلي. تمام كده؟ طيب، قال لي هنا نسبتهم قد ايه؟ قال لي النسبة 42.4%، يعني أقل من النص. أنا عندي النص 50%. طب نسبة الحضر قد ايه من إجمالي عدد السكان؟ قال لي 42.4%، يعني أقل من النص بشوية. خلاص كده؟ تمام. طيب نيجي نشوف خصائصهم الاقتصادية. هم بيشتغلوا في ايه؟ بيشتغلوا في الصناعة، وبيشتغلوا في التجارة، وفي السياحة، وبيشتغلوا في الخدمات. طيب بيشتغلوا في خدمات ايه؟ خدمات تعليمية زي المدارس، وبيشتغلوا في الخدمات الصحية زي المستشفيات، وبيشتغلوا كمان في الخدمات المصرفية زي البنوك. تاني كده، سكان الحضر بيشتغلوا في ايه؟ بيشتغلوا في الصناعة وفي التجارة وفي السياحة وفي الخدمات زي الخدمات التعليمية والصحية والمصرفية. طيب تمام. طب لو جينا شفنا خصائصهم التعليمية، يعني نسبة الأمية في الحضر منخفضة ولا مرتفعة؟ قال لي نسبة الأمية في الحضر منخفضة، يعني مش كتير. خلاص، مش كتير. طب ليه يا ترى؟ قال لي بسبب انتشار المدارس أو المؤسسات التعليمية، وإيه كمان؟ وبسبب ارتفاع مستوى المعيشة. تمام. يبقى اما يجيلي سؤال، وده سؤال مهم جدا، ويقول لي بما تفسر تنخفض نسبة الأمية بين سكان الحضر، هقول له ايه؟ هقول له بسبب انتشار المدارس وبسبب ارتفاع مستوى المعيشة. خلاص كده؟ وده سؤال مهم. دي كانت الخصائص التعليمية. طب نيجي نشوف المشكلات اللي بتقابل الحضر ايه. قال لي ان في مشكلتين عند الحضر، ايه هما؟ قال لي ظهور العشوائيات. ظهور ايه؟ العشوائيات. وفي عشوائيات في الحضر؟ ايوه في عشوائيات. طب ايه هي العشوائيات دي؟ قال لي انه بناء البيوت بطريقة عشوائية مش منظمة خالص، وطبعا البيوت دي ما بيبقاش فيها كافة المرافق، وطبعا ما فيهاش خدمات ولا حاجات دي كلها، فبنقول عليها عشوائيات. خلاص كده؟ يبقى دي أول مشكلة، وهي ظهور العشوائيات. طيب تاني مشكلة ايه؟ زيادة الضغط على الخدمات في المدن، دي تاني مشكلة. طب يا ترى الضغط اللي بيحصل على الخدمات في المدن ده بيحصل من ايه؟ قال لي بيحصل بسبب هجرة سكان الريف للمدن. عندي الناس اللي موجودين في الريف عايزين يروحوا يقعدوا في المدن، عشان طبعا في المدينة في خدمات أكتر، خدمات بقى تعليمية وصحية وكل حاجة. فالناس اللي بتهاجر أو بتسيب الريف أو بيروحوا يقعدوا في المدينة، طبعا العدد كده بيزيد في المدينة. طب لما العدد يزيد في المدينة أو في المدن، طبعا هيحصل ضغط على الخدمات في المدن، صح؟ يبقى دي مشكلة. طيب ايه تاني بيحصل لما بيهاجروا السكان من الريف للمدن؟ بتظهر العشوائيات. يبقى أنا عندي المشكلتين دول بيحصلوا نتيجة هجرة السكان من الريف للمدن. يبقى هنا في سؤال ممكن يقولهولي بما تفسر ظهور العشوائيات
وزيادة الضغط على الخدمات في المدن. هنقول له يرجع ذلك إلى هجرة سكان الريف إلى المدن. تمام كده. يبقى دي المشاكل اللي بتواجه سكان الحضر. ايه تاني؟ هنشوف بقى الدولة هتعمل ايه عشان تحل المشكلات دي. قال لي ان الدولة هتعمل مشروع قومي لتطوير العشوائيات، زي كده المشاريع اللي احنا خدناها في الترم الاولاني، زي مشروع تطوير حي السيدة زينب، وتطوير حي الأسمرات. خلاص كده. يبقى تقوم الدولة حاليا بتنفيذ المشروع القومي لتطوير العشوائيات. طيب تمام كده، احنا خلصنا سكان الحضر. نيجي لسكان الريف. طيب سكان الريف دول بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في القرى. بيعيشوا في القرى. طيب يا ترى نسبتهم قد ايه من اجمالي سكان مصر؟ قال لي نسبتهم 57.6% من اجمالي سكان مصر. طيب النسبة دي اكتر من نص ولا اقل من نص؟ لا، ده اكتر من النص. يبقى كده نسبتهم اكتر من مين؟ نسبتهم اكتر من سكان الحضر، لان احنا قلنا سكان الحضر نسبتهم اقل من النص. ماشي. يبقى سكان الريف 57.6% من إجمالي سكان مصر، يعني أكتر من النص. ودي نسبة أعلى من نسبة سكان مين؟ الحضر والبدو كمان. طيب تمام، احنا كده عرفنا بيعيشوا فين ونسبتهم قد ايه. طب يا ترى بيشتغلوا في ايه؟ قال لي ان هما بيشتغلوا في الزراعة، وبيشتغلوا في تربية الحيوانات. دول سكان الريف. سكان الريف بيشتغلوا في ايه؟ في الزراعة وتربية الحيوانات. طبعا احنا عارفين ان في الأرياف الأراضي الزراعية كتير جدا، عشان كده السكان بيشتغلوا في الزراعة وفي تربية الحيوانات. تمام. يا ترى يا مس نسبة الأمية منخفضة ولا مرتفعة في الريف؟ قال لي لا، نسبتهم مرتفعة بالنسبة لسكان الحضر. يبقى بترتفع نسبة الأمية بين سكان الريف مقارنة بسكان الحضر. يبقى في سكان الحضر النسبة ايه؟ منخفضة. طب وسكان الريف نسبة الأمية مرتفعة. لو جينا نشوف المشكلات اللي بتواجه الريف، هنلاقي المشكلات اللي موجودة. قال لي زيادة متوسط عدد أفراد الأسرة في الريف عن الحضر. زيادة متوسط عدد أفراد الأسرة، يعني إيه؟ ممكن ألاقي في الريف عدد أفراد الأسرة 5 و6 أفراد، إنما في الحضر 2 أو 3. صح؟ طب دي مشكلة؟ مشكلة. طيب المشكلة دي بتحصل ليه؟ قال لي بسبب كثرة الإنجاب والزواج المبكر في الريف المصري. يبقى هنا لما يقول لي سؤال بما تفسر زيادة متوسط عدد أفراد الأسرة في الريف عن الحضر، أقول له بسبب كثرة الإنجاب والزواج المبكر. بيخلفوا كتير، دي كثرة الإنجاب. والزواج المبكر بيتجوزوا وسنهم لسه صغير. خلاص، يبقى دي مشكلة. طيب ايه المشكلة التانية؟ قال لي انخفاض مستوى المعيشة، يعني حالتهم المادية مش كويسة أوي. انخفاض مستوى المعيشة. طب الحالة المادية مش تمام ليه؟ قال لي بسبب قلة الخدمات ونقص فرص العمل. العمل أو الشغل مش متوفر كتير، زائد إن مفيش خدمات. تمام. يبقى تاني مشكلة ايه؟ انخفاض مستوى المعيشة. يبقى عندي مشكلتين هنا قلناهم بيقابلوا سكان الريف: زيادة متوسط عدد أفراد الأسرة، وقلنا ده بسبب كثرة الإنجاب والزواج المبكر. ايه تاني؟ انخفاض مستوى المعيشة. ليه؟ بسبب قلة الخدمات ونقص فرص العمل. وده سؤال مهم. تمام كده. طب لما نيجي نشوف الدولة هتعمل ايه عشان تحللي مشاكل سكان الريف. قال لي إن الدولة هتعمل توعية للشباب. تعمل توعية للشباب. توعية بإيه؟ بأهمية تنظيم الأسرة وتقليل الإنجاب. إن هم يحاولوا ينظموا الأسرة ويخلوا عددها أقل
علشان يقدروا يعيشوا ويوفروا لولادهم كل حاجة، وإن هما يقدروا يعلموهم، يقدروا يصرفوا عليهم. يبقى توعية الشباب بأهمية تنظيم الأسرة وتقليل الإنجاب، بدل ما الأطفال مثلا أو عدد الأسرة 5 أو 6، لأ كفاية مثلا تبقى عدد الأسرة 2 أو 3، أقصد الأطفال 2 يعني. تمام كده؟ طيب تمام. الدولة عملت إيه تاني؟ قالت لي إطلاق مبادرات. المبادرات دي لإيه؟ لتنمية الريف، مثل مبادرة حياة كريمة. الدولة عملت مبادرة زي مبادرة حياة كريمة اللي احنا خدناها في الترم الأول. دي ليه؟ علشان تنمي الريف، توفر بقى مرافق، توفر لهم خدمات، توفر لهم حاجات كتير علشان يعرفوا يعيشوا كويس. طيب احنا كده خلصنا سكان الريف، نيجي لسكان البدو اللي هما بيسكنوا الصحاري. طيب السكان دول بيعيشوا فين؟ في الصحراء. طيب ماشي، سهلة. ايه تاني نسبتهم قد ايه؟ مقاليش نسبة معينة، بس قالي ان نسبتهم ضئيلة جدا، يعني نسبة بسيطة او قليلة قوي من سكان مصر. تمام. طيب بيشتغلوا في ايه؟ قالي ان هما بيشتغلوا في حرفة الرعي. طبيعي ان هما عايشين في الصحراء، بيمارسوا حرفة الرعي، سواء بقى رعي أغنام أو رعي إبل. تمام كده. يبقى سكان الصحاري اللي هم البدو بيشتغلوا في ايه؟ بيمارسوا حرفة الرعي. طب بالنسبة لنسبة الأمية أو الحالة التعليمية بتاعتهم، هو ما كلمنيش عنها هنا في الدرس. طب نيجي للمشكلات. ايه المشاكل اللي بتقابلهم؟ قال لي التنقل والترحال، دي مشكلة من مشاكل البدو. مشكلة التنقل والترحال، يعني ما مش قاعدين في مكان معين، لا بيتنقلوا من مكان لمكان، طبعا علشان معاهم حيوانات بيقوموا برعايتها، فبيتنقلوا من مكان لمكان عشان يبحثوا عن المية والأكل. خلاص. طيب التنقل والترحال ده اللي احنا بنقول عليه عدم الاستقرار. طيب ما يجيلي بقى ويقول لي ليه بتقابلهم المشكلة دي، هقول بسبب الرعي. قلنا ان بيرعوا الحيوانات اللي معاهم سواء أغنام أو إبل، فده بيخليهم ايه؟ يتنقلوا كتير عشان يبحثوا عن الايه؟ عن المية والأكل. طب تاني مشكلة ايه؟ قلة فرص العمل، مفيش شغل. خلاص. يبقى مشكلتين بيواجهوا البدو: التنقل والترحال، وده بيكون بسبب الرعي وقلة فرص العمل. طيب هنشوف الدولة هتحل المشكلات دي ازاي. قال لي الدولة هتبذل جهود كبيرة عشان تحسن لي مستوى معيشتهم. طيب يا ترى هتعمل ايه؟ هتبني المساكن، هتبني لي مساكن للبدو. ليه؟ عشان قلنا ان هما ما عندهمش مكان، هما بيعيشوا في خيام وبيتنقلوا من مكان لمكان. طب الدولة لما تبني لهم المساكن هتحل مشكلة عدم الاستقرار، هتخليهم يعيشوا في مكان معين. خلاص. طيب تاني مشكلة، تاني حاجة الدولة هتعملها لي، هتوفر لي فرص عمل في مجالي ايه؟ الزراعة والتعدين. تمام. طبعا هم عايشين في صحراء، فلما الدولة توفر لهم شغل، أكيد في تعدين في الأماكن الصحراوية، في معادن زي ما احنا عارفين في الترم الأول، في ذهب، في نحاس، في حاجات كتير بتكون في الصحراء، فالدولة هتوفر لهم شغل في التعدين، وكمان هتوفر لهم شغل في ايه؟ في الزراعة. ده كده دي كده المقارنة احنا عملناها بين أنماط سكان مصر اللي هم سكان الحضر والريف وسكان الصحاري. لما يجي سؤال ويقول لي ما هي النتائج المترتبة على تنوع أنماط السكان في مصر؟ طيب احنا شفنا دلوقتي ان في تنوع بين السكان في مصر، ده عمل لي ايه هنا؟ قال لي ان التنوع ده ساعد ذلك في حقق لي ايه؟ حقق لي التكامل بين السكان.
يبقى سكان الريف والحضر والبدو بيكملوا بعض. طيب ايه تاني؟ قال لي تبادل المنتجات. انا مثلا في الريف عندي قمح ودواجن والكلام ده كله، وفي المدينة في ملابس وفي حاجات كتير. احنا ممكن نتبادل المنتجات، اللي في المدينة هيروح للريف عشان يجيب حاجته أو هيشتري منتجات معينة، وفي الريف هيروح المدينة برضو ياخد الحاجات معينة من المدينة. يبقى كده في تبادل للمنتجات. طيب ايه تاني هنا؟ قال لي هيساعد ذلك في تحقيق التنمية في جميع المجالات. التنمية في ايه؟ في جميع المجالات الاقتصادية. طبعا قلنا قبل كده أول ما نشوف كلمة اقتصادية يعني عندي زراعة وصناعة وتجارة. طيب التنوع في الأنماط السكان هيعمل لي تنمية في المجالات الاقتصادية دي. مثلا نمط من السكان أو نوع من السكان شغال في الزراعة، وفي نمط تاني شغال في الصناعة، وهكذا. كل ده بيساعد على التنمية والتنمية في جميع المجالات. بكده نكون خلصنا درس النهاردة. تعالوا نراجع مع بعض أهم الأسئلة اللي احنا قلناها. لو قال لي بما تفسر بتنخفض نسبة الأمية بين سكان الحضر، أقول له بسبب انتشار المدارس وارتفاع مستوى المعيشة. طيب بما تفسر ظهور العشوائيات وزيادة الضغط على الخدمات في المدن، أقول له يرجع ذلك لهجرة سكان الريف إلى المدن. بما تفسر زيادة متوسط عدد أفراد الأسرة في الريف عن الحضر، أقول بسبب كثرة الإنجاب والزواج المبكر في الريف المصري. بما تفسر انخفاض مستوى المعيشة لسكان الريف، هقول بسبب قلة الخدمات ونقص فرص العمل. وسؤال طبعا ما هي النتائج المترتبة على تنوع أنماط السكان في مصر؟ ده سؤال مهم. أقول له ساعد ذلك في تحقيق التكامل بين السكان وتبادل المنتجات والتنمية في جميع المجالات الاقتصادية. ممكن بقى أسئلة تانية تجيلي، يعني أذكر مثلا جهود الدولة لحل مشكلات الريف، أو أذكر جهود الدولة لحل مشكلات الحضر، أذكر الخصائص التعليمية لسكان الريف، أو أكمل بتنخفض أو بترتفع نسبة الأمية بين سكان الريف، وهكذا. كده درسنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.